خاوتنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما نبداو الفيديو تاعنا نترحموا على اخونا هشام، الله يرحمه ان شاء الله، وان شاء الله يكون من اهل الجنة. نستنى كل دعواتكم لاخونا هشام. الفيديو هذا خاوتي فيديو توضيحي لاخر المستجدات واخر المعلومات في القضية تاع اخونا هشام. ديجا باه نبداوها بالدولة الجزائرية والسلطات تاعنا. نشكر السلطات الجزائرية يعني جزيل الشكر. السفير الجزائري في القنصلية، القنصل تاع القنصلة تاعنا، بارك الله فيهم، داروا كل ما بوسعهم. ما زالت لنا حاجه خاوتي انه بقات لنا غير الكونفرماسيون تاع الجزائر باش خونا هشام ان شاء الله يوم الاثنين او الثلاثاء اللي راح يكون في ارض الوطن، اللي بيان سير راح تجيو الناس الكل باش نترحموا اخونا هشام وندفنوه في ارض الوطن ما بين الناس وما بين احبابه. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه انه القضيه راهي في العاده مع الشرطه السويديه والسفاره راهي دخلت في الموضوع. يعني كل المعلومات ابار المعلومات اللي يخرجوا من عندي انا ولا يخرجوا مع اخ المرحوم، هذا هو اخ المرحوم خونا هشام. تفضل خويا عطينا زوج كلمات. السلام عليكم. تفصلوا كما يقول لك هذو لي غيميغ اللي راهم يدوروا في الفيسبوك وكذا كاع ما كانش المعلومات الصح كاع راهي عندنا لهنا. احنا رانا في ارض الميدان كما يقول لك، رانا في الواقع والواقع يخرج من عندنا احنا ان شاء الله. فهمت كيف؟ كان حتى وكاين هضره خرجت على هشام راهي في التحقيق، واحد ما على باله لا مات بموس ولا برصاصه ولا بالاخر، كلش راه عند الشرطه. دوك الا كان انايا ما رانيش تاع ريسوات وتاع فيسبوك وتاع الاخر، وخونا الشنوات تلقاو عنده كلش باسكو هو راه دايرو صاحبه. دوك ولا كانت حاجه يديها من عندي شنوه ولا انا نعطيها له ولا هو صارجر هو لا ما عطاكم شنوه معلومه صحيحه ما تسمعوا من عند حتى واحد يوم. هذه كونفيرماسيون نديروها من عندي انا. بارك الله فيك خونا عزيز. هذا اخ هشام الله يرحمه ان شاء الله. عندنا حيدر بارك الله فيه وسي حيدر خونا والجمعيه الجزائريه بالسويد تاع مالمو، يعطيهم الصحه مشكورين. خونا حيدر من شلغوم العيد قام بالواجب معنا لهنا، حطنا فوق راسه، بارك الله فيه. اعطينا كلمه خونا حيدر، تفضل مرحبا بك. لا خويا احنا ما درنا غير الواجب ان شاء الله ندعيو بالرحمه لخونا هشام ان شاء الله كما يقولوا. ما دام انا موجود انا نبقى نتبع القضيه والاحداث تاعها ان شاء الله امام العداله السويديه، وباش ما تكون الحوايج احنا نبقاو اتصال مع بعضنا ان شاء الله. وشكرا للناس الكل اللي ساهمت في كما يقولوا بان نسهلوا الاجراءات الاداريه باش ينقلوا المرحوم باذن الله لارض الوطن. بارك الله فيك خونا. الاخت صوفيا وسي حضرت معنا لهنا، تفضلي اخت صوفيا. السلام عليكم، تحيه احترام والتقدير الى كل الشعب الجزائري، والتجاوب مع اخونا هشام كمواطن جزائري، ويكون نفس التجاوب في اي مواطن جزائري كان فوق الكره الارضيه. الجزائري دائما موجود، وهاكم شفتوا كما يقول لك خونا حيدر مع خونا السعيد جماعه تاع ستوكهولم. خوتنا قالوا لكم واش كاين. المهم كما قال رئيس الجمهوريه انتهى الخطاب وطوي الكتاب. بارك الله فيك. يعني خاوتنا يعني المعلومات اللي ما يجيوش من عند الاخ المرحوم هشام ربي يرحمه ولا نمدهم لكم انا كل المعلومات مغلوطه. يعني الملف راح نطويه اليوم، طوي الكتاب. القضيه راي عند العداله، القضيه راي عند الشرطه السويديه، تدخل السفاره تاعنا مشكورين جزيل الشكر. السفير، الكونسيل، الدولة الجزائرية بارك الله فيكم، قمتوا بالواجب، حطيتونا فوق ريسانكم. الجمعية الخيرية تاع مالمو والسويد وحيدر حطونا فوق ريسانهم. يعني القضية ما بقيناش نهضروا عليها، القضية تقعد عند الشرطة السويدية وتدخل السفارة تاعنا راهم في كونتاكت مع الشرطة السويدية. يعني القضية ما كان حتى خبر وما اللي قاعد يدور كامل غلط. دركا نخرجوا من القضية ندخلوا في القضية تاع خونا هشام. بربي ان شاء الله بربي بحول الله 2 3 راح يكون في ارض الوطن. انا نجي ندير لكم فيديو نعطيكم الوقت اللي راح يتدفن فيه بربي في الجزائر، وش من مقبره، نعطيكم الشارع، نعطيكم الدنيا كامله، نعطيها لكم في فيديو. وان شاء الله يكون الناس الكل تكون حاضره بربي ان شاء الله باش ندفنوا خونا هشام مع بعضنا. وان شاء الله الدوله الجزائريه تدير لنا تسهيلات في الخروج ان شاء الله بخونا هشام باش نديوه المقبره ان شاء الله ندفنوه ما بين اهله وما بين ناسه. الناس كل مشكورين اللي وقفوا مع خونا هشام واللي ترحموا عليه، ونقعدوا ديما نترحموا عليه. قامه من قامات في الجزائر في الرياضه، يعني كان مقدم محتوى صعيب باش واحد يجي يعاود يقدم محتوى كما قدموا هشام. راح يخلدوا التاريخ خوتي الاعزاز. كان مجاهد، كان صنديد، كان انسان شهم، يقول الحقيقه، يدير تحليلات، مقابلات، يعني يعجز اللسان عن الكلام. يعني خوتي هنا
كملنا الخطاب تاعنا، تنتظرونا ان شاء الله كي نجيو هابطين للجزائر ويهبط معنا اخونا هشام ان شاء الله، ونروحوا ندفنوه اخي عبد العزاز ونترحموا عليه. هذا واش نقدر نقول لكم. خويا العزيز اعطينا كلمه الاخر اخويا عاجلين. ندعوا له بالرحمه اخونا، عطينا يقول لك كلمة سيدي الآخر. راهو في ذمه الله، دوك الدعاء بالرحمه هذا ما كان، فهمت كيف؟ دوك كما يقول لك هذه الموت تاعو جات اخويا، والقادر القضاء والقدر، باسكو علاش هو ديجا ربي سبحانه الله عز وجل كان نهار قبل نهار ما زاد كان مكتب له باللي راح يموت، الطريقه تاع الموت تاعو جات هكذايا، وهذه هي ما شاء الله ربي يرحمه. فهمت كيفاش؟ خاوتنا. الانسان يدعو له بالرحمه خاوتنا بارك الله فيكم، نشكركم من الدوله الجزائريه وقفت معنا هنا باستقبال. الحمد لله اخويا، الدولة وقفت معنا، السفارة والسفير وقفوا معنا، الجمعية وقفت معنا، الشعب الجزائري وقف معنا، والله ما عندي ما نقول، افتخر اني جزائري، افتخر اني جزائري يد في اليد، ونفتخروا انه جزائريين ونفتخروا بالدولة تاعنا. انا كي شفت السفارة وشفت وقوف الدولة الى جانب مواطن جزائري فرحت ولحمي يشوك، وفريمون صح تاكدت انه الدوله تاعنا ما تخلاش على اي جزائري في اي مكان في العالم، مش راح تخلى عليه. هذه كونفيرمي لكم خوكم الشنوا، وتعرفوني كلمه الحق نقولها، كون جت حاجه تعوج نقول لكم كاين العوج، مي هنا كونفيرميات من السفاره تاعنا ومن الدوله تاعنا انه عندك باسبور جزائري، عندك الاسدوز، والله ما تخليك الدوله. بارك الله فيكم، تحياتي رئيس الجمهوريه، تحياتي للدوله تاعنا، ان شاء الله تزيد انا جايين تزيد تسهلوا لنا في الخروج بركه من المطار، وتكون ان شاء الله الجنازه للتاريخ بربي ان شاء الله. تفضلي صفية شنو تحبي تديني أنا كلمه؟ كالعادة تحية إلى كل الشعب الجزائري، تحية إلى الجيش الوطني الشعبي اللي راه قايم بالواجب، والمجد والخلود لشهدائنا أبرار.